اهلا وسهلا الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اولا غنتكلموا على واحد لا فيديو ديال الاخ روبرتو. تحياتي ليك خويا روبرتو، لانك عندك واحد الغيره على البلاد وعندك واحد الغيره على خوتك المغاربه وكتوصل الحقيقه كتكلم عليها، ولكن عندك واحد النقطه اللي انا كنختلف معك فيها. انا تنشجع الشباب المغربي يهاجر ويطلع لاوروبا، ولكن سمعني مزيان، عاد دوز العذاب الاليم في 4 سنين الاولى ولا 5 سنين الاولى في اوروبا. هادشي اللي ما تيقولوش لكم دوك صحاب السوشيال ميديا. هما الكونطرادات كاينين، واللي باغي يوقف مع المغاربه اللي من العائله ديالو غيوقف معاهم هاد العام هذا، باش ما يبقاش يجي في الصيف يقول لك لا، يقول لك لا ما كاين والو، الطاليان ما فيها ما يدار، اوروبا تقادات. اي واحد يقول لك الطاليان ما فيها ما يدار، اوروبا تقادات، كذاب، نعلة الله وعليه ليوم الدين. اي واحد يجي عندك من اوروبا يقول لك اوروبا بقى فيها ما يدار، هذاك غابلوكي لي النمره ديالو. علاش؟ حيت الارزاق بيد الله. اوروبا فيها ما يدار، والطاليان فيها ما يدار، وفرنسا فيها ما يدار، وجميع البلدان ديال اوروبا فيها، ولكن خصك تكون راجل. انت غادي تدوز العذاب الاليم، انت غادي تدوز العذاب الاليم، العذاب الاليم غادي تدوزو بالاوراق. طلعتي بكونطرا تقاداتك الكونطرا غادي تكرفص، ما تلقاش فين تسكن، خصك فين تسكن، خصك فين تخدم، خصك الفلوس باش تنافيكي، غدوز العذاب الاليم، ما غيعقل عليك حتى شي واحد. هادي وهذا الشيء ما كيدلش على انني ما كنبغيكش اخويا روبرتو، ولكن بالعكس انت واحد الانسان عندك واحد الغيره على البلاد وعندك واحد المحتوى زوين اللي كيتكلم على بزاف ديال المشاكل ديال المغاربه سواء داخل الوطن او خارج الوطن. لكن انا كنختلف معك في الراي، كنختلف معك في بعض الحوايج. اشنا هو التشجيع الهجره الى اوروبا، انك انت في اخر المطاف كتشجع على الهجره لاوروبا، وانا العكس، انا ما كنشجعش الهجره لاوروبا، لان اوروبا مؤخرا فتحات الابواب ديالها الهجره. علاش؟ لان ملي كان اوروبا فما يدار كانت اوروبا مزيره، كانت طالبه الفيزا، كان بزاف ديال الحوايج، لان كان اوروبا فما يدار. ملي اوروبا ما بقى فما يدار، من طبيعه الحال شنو دارت؟ بزاف ديال الدول اللي دول متقدمه ولها وزن كبير بحال مثلا كندا، دول اللي حاولت ان تفتح المجال للهجره. وهادشي ماشي كيدل على ان كيف فتحت المجال للهجره راه فيها الخدمه وفيها العمل وفيها بزاف ديال الحاجات، لا. يمكن ان واحد الفئه تلقى الخدمه ويمكن واحد الفئه ما تلقاش الخدمه، فهمتي؟ اذا هنايا كاين واحد الاختلاف اخي روبرتو، لان اوروبا ما بقى فيها ما يدار. وربما انت هادشي راك عشتي وعارفه. انا كنتكلم معاك بحكم التجربه، رانا تقريبا ما يقارب 18 سنه هنا في اوروبا، وهذا الشيء كنشوفوه لان الناس اللي دخلت بكري خدمات ودارت المستقبل ديالها، ولكن بقى هذاك الشيء جاي وكيتراجع. اما الجيل الاخير اللي كيخرج لاوروبا كيتكرفص على راسه. كنعرفوا هنا اوروبا كريت بات شريت ندغ، الا جيتي خاصك تكري وخاصك تخدم، الا ما عندكش اصلا اللي يوقف معاك في هاد الحوايج بلا ما تجي لاوروبا. ومن الصعب انك تلقى حاليا، والناس عندها وثائق ديالها مابقاش كتلقى الكرا داك التالي باش تلقى دار. انت هنا قانوني في اوروبا وعندك اقامه دائمه وما كتلقاش الكرا، ما كتلقاش الكرا، غلا بزاف وكل شيء غلا، ومن الصعب انك تلقى الكرا. وهاد الحوايج اللي غتعاني منهم بزاف، ما عندكش الكرا وما عندكش خدمه، ما يمكنلكش تعيش في اوروبا. وكنشوفوا التراجع بزاف ديال الشركات. خليني من الاخبار والصحف اللي كيتكلموا خاصنا عقود عمل، راه الصحف كتكذب. تنقول لكم الواقع، راه الناس انا كنعرفوهم هنا في السنه كامله خدمت شهرين اللي خدمات هنا في اوروبا دابا حاليا السنه كامله وهي كتقلب على الخدمه. كاين اللي خدم شهرين وايام متقطعه، سيمانه 15 يوم هنا يديباني هنا يقلب هنا. علاش؟ لان اوروبا بدات كترجع. وهاد السنه سول اي واحد، سواء كيبيع عشري، سواء عنده محل ديال البيع عشره، سواء خدام في الفلاحه، سواء خدام في الشركه، خدام في الماصين، سول اي واحد هاد السنه الخدمه ماشي بحال الخدمه اللي كانت السنوات الماضيه. يعني حاول اللي جاب المصروف ديالو اليوم، اللي خدم وجاب المصروف ديالو باش يخلص، راه ما يقول حتى شي واحد. ما عرفتش انت واش كاين في اسبانيا ولا في الطاليان، انا كنشوفك كتكلم بزاف كتشجع الهجره للطاليان. ما شتيش هاد خويا اللي في الطاليان؟ ما شتيش هاد الاخ هذا المعاناه ديالو؟ تصنت معايا الفيديو ديالو وشوف المعاناه ديالو. الاخوان كما شوف العنوان، دخلت الاخوان في واحد المرحله ديال الاكتئاب. كنت الاخوان في الطاليان صراحه لا ما عجبتنيش الطاليان،
كنت في فرنسا حتى هي الاخوان ما عجباتنيش. دابا اسبانيا حتى هي ما عجباتنيش هاد الدراري. عييت هاد الاخوان. واش حنا الاخوان مقاتلين مع الكرا ومقاتلين مع الضو مع الماء. هاد الشهر الجاي، الشهر الاخر، الشهر اللي بعدو بزاف هاد الدراري ما خدامين ما والو. ما قلت لكم كنخمم خصني نلقى شي حل. هاد الحل هذا غادي نلقاه ان شاء الله باذن الله، حيت فريمون الدراري هادشي كيضر في الخاطر والراحه ديال البال ما كايناش. هذا هو لو بروبليم كاع. يعني هانك في اوروبا وما لاقيش راحتك وفريمون الدراري وبحال والو غنرجع للمغرب. صراحه لا انا تندوي معكم لا فيريتي الدراري، ما تنطنش عليكم ولا تندوي معكم لوجيك الدراري بحال والو غادي نرجع. الدراري اوروبا ما عجباتنيش صراحه. لا راه الفيديوهات ديالي راه تندوي معكم يعني لوجيك الدراري. يعني هنايا طلع لي الدم صراحه. طلع لي الدم وكما قلت لكم اي حاجه يعني تنقررها رأي الا وانني تنديرها وما سوقيش الاخوان في الناس اللي غيدووا ولا غينوضوا ولا ما على باليش انا الاخوان. حيت علاش انا اللي في لامير، ماشي الناس هما اللي في لامير. انا اللي في لامير دا الدراري، انا اللي محطوط في هاد لا سيتوياسيون، انا اللي كنعاني، انا اللي كنقاسي، انا اللي كنتكرفص، ماشي الناس اللي كتكرفص. فهمتوا؟ وماشي غير هذا، كاينين الناس بزاف كتعاني في الطاليان في الصمت وما كترضاش تقول لك انا باغي نرجع للبلاد. ما كيرضاوش يرجعوا للبلاد بلا والو. ضرب 5 سنين ولا 10 سنين ما صوبش الوراق ديالو، ودوزوا معايا انا تقريبا في الالفينات ماشي غير دابا. دوزوا 5 سنين في الطاليان وما صوبوش الوراق وهبطوا لاسبانيا وتكرفسوا، من بعد مشاو للمغرب، من بعد هبطوا بحالاتهم للمغرب لان عاناو. من قبل كانت المشاكل وعاد دابا تقول لي ما كاينش المشاكل. راه مش حال هذه كانت مشاكل، كانت معاناه في الحصول على الوراق ديال الاقامه في الطاليان. كنتي تعاني باش تهز الورق في الطاليان، خصك تجلس 5 سنين وتجلس معاناه كثيره. وكاين بزاف ديال الريكيسيتوس اللي خصك تكون عندك، وبزاف ديال الحالات خصك تخدم في خصك تخدم في النوار، وخاص شكون اللي يخدمك، وخاص بزاف ديال الحالات شكون اللي يوقف معك. اذا برك ما نشجعوا لخوتنا ونضحكوا عليهم ونشجعوهم الهجره لاوروبا. اوروبا راه ما بقى فيها ما يدار. راه نجيكم من الاخر، اوروبا راه ما بقى فيها ما يدار. راه المغرب راه كاين المعاناه، كاين الفقر، كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن انا كنفضل المغرب على اوروبا. علاش؟ لان اوروبا غادي تشهد بزاف ديال الحوايج اللي ما لم يسبق لها مثيل. ازمات اقتصاديه، حروب، بزاف مجاعه، بزاف ديال الحاجات. اليوم اسبانيا كتعاني من الجفاف اللي كيتكلموا عليه لم يسبق له مثيل، وبزاف ديال الشركات اللي غتسد. كما كنعرفوا الجنوب ديال اسبانيا كله كيعتمد على الفلاحه. المنطقه حتى المرسي حتى الويلبه كلها كتخدم الفلاحه وكتعتمد على المهاجرين سواء المغاربه او افارقه او لاتينوس. ولكن ملي غينقص الماء وما بقاش هنا الطلب وما يبقاش الفلاحه وما تبقاش بزاف ديال الحاجات، كلشي غيتراجع. هما اصلا ما بقاوش باغيين هادشي، كلشي غيتراجع وما تبقاش اليد العامله وتولي فوضى ومشاكل. اش غتجلس دير انت هنا؟ شنو غدير في اوروبا؟ قول لي انت شنو غدير في اوروبا؟ اش غندير فيها انايا؟ بارك ما نضحكوا على الناس اخويا. بارك روبرتو ركز معايا شويه. انا كنختلف معاك في الراي في شي حوايج، ولكن في شي حوايج اخرين نتفق معاك. فهمتي؟ لانك انت ما كتبيعش الوهم، ما كتضحكش على الناس، ما كتكذبش عليهم، عندك محتوى نزيه. فهمتي؟ اختلاف البعض اللي كيبغوا يطلعوا ويديروا البوز ويطلعوا هذوك حاله خاصه، لكن انت لا، انت كتتكلم بواحد الحرقه وهذا وباغي الخير الناس وكذا وكذا الى اخره. ولكن انا كنختلف معاك. الهجره لاوروبا مؤخرا ما بقى فيها ما يدار. انا تنقول لك خويا العزيز، راه اوروبا حاليا راه غاديه كطيح. اذا بلا ما ننصحوا الناس انهم يهاجروا، راه العقلاء اللي على بال الناس اللي هما عندهم الاقامه هنا راهم غيبداو يدخلوا للبلاد ويرجعوا يدخلوا لبلادهم. والناس اللي اغبياء هي اللي كتفكر تهاجر لبلادها حاليا، هي اللي كتفكر تخرج لاوروبا. انا كنفضل في الاوقات الصعبه من الاحسن نكون مع بلادي مهما كلف الامر. رغم المعاناه ورغم داك الشيء كنفضل نكون مع بلادي وما نكونش نتكرفص في بلاد الناس. هنا راه كنعرفوا راه ما عندنا حتى شي واحد. عرفتي شنو هي اللي كتشدك هنا؟ هي الخدمه. الا ما كانش عندك الخدمه راه ما عندك ما دير هنا في اوروبا. غنكونوا واقعيين. راه الا ما خدمتيش هنا راه ما عندك ما دير في اوروبا. راه نقولها لك، راه واخا تكون عندك الاقامه ولا بزاف ديال الناس عندهم الاقامه وملي ما لقاوش الكرا صيفطوا ولادهم للمغرب وبقاو خدامين هما هنايا وتشردوا. من بعد كانوا عندهم السيارات ديالهم وكانوا عايشين بخير وكانوا مزيانين وكان كلشي مع انهم كانوا كيظنوا ان غتراجع بهم الوقت ويوصلوا لهذا الحال.
ما عمرو كيظن المغربي اللي كان عنده اقامه وعنده وليداته وعنده السياره ديالو وعنده الخدمه ديالو انه كان كيظن غيفرش كرطون وينعس في الزنقه وينعس في الجرده. ما عمرها كانت له في الحسبان، ولكن وقعت وعاش من تلاقيت معاهم شخصيا وشفتهم بالعين المجرده ناعسين. وقال لك بان الاولاد ديالي قالوا لي بان اولادي صيفطهم للمغرب لان ما نخليش ولادي يتشردوا في الزنقه وينعسوا معايا في الزنقه. انا نتكرفص ونعس في الزنقه لانني راجل ونصبر التكرفيص، ولكن باش ان نخلي ولادي يتكرفصوا لا كيصيفطوا ولادو للمغرب وكيبدا ازيرو وكينعس في الجرادي باش يقلب على خدمه ويحاول ما امكن يعاود يريكوبيري وكذا الى اخره. هادشي ما كيديروش لا الحساب. خويا روبرتو انا ما عمري ما مشيت للطاليان، وهاد المعاناه راه كاين في بعض في الدول كاملين، راه ما كاينش فرق ما بين اسبانيا وفرنسا والطاليان، راه كلهم عندهم معاناه. فرنسا تكفست. حنا هادشي راه عندنا صحابنا وكيعاودوا لنا يعني الواقع اللي كيعيشوا تما ودخلوا هنا لاسبانيا وعندهم تيمبو كيضرب 8 سنين في الطاليان وجا لاسبانيا يقلب على راسو. باش نكونوا واقعيين راه كل الحالات كتختلف. الا مشى واحد بعقد ديال العمل ومشى لواحد الشركه وسميتو الله يسهل عليه، تكون عندك طالع بالكونطرا ديالك وطالع قانوني ومشيتي لواحد الشركه وخدمتك الله يسهل عليك، ما نقولش لك انا ما طلعش، ولكن باش تجي حارق وتكرفص وتطلع وتدوز على اليونان وتدوز لتركيا وتمشي للطاليان وتتكرفص وتنعس في الغابات راه بزاف ديال المغاربه توفاو، بزاف ديال المغاربه اللي تنساو تما ما عرفوش كاع، ما بقاوش عرفوا عليهم شي حاجه، ما عرفوا ماتوا ولا عاشوا ولا الى يومنا هذا. اذا البركه نبقاو نبيعوا الوهم لخوتنا ونضحكوا عليهم راه حشومه وعيب. والله انا كنقول لكم الحقيقه الواقع اللي كنعيشوه. حنا كنشوفوا حاليا الناس المعاناه ديالها اللي كتعاني، بلا ما نبقاو نكذبوا عليكم ونقولوا لكم ونصبغوا لكم داك الشيء ونزينوا لكم اوروبا باش تجيو ليها. حنا راه ما كنحسدكمش باش تجي لاوروبا. واش انا نخلصك من جيبي؟ واش انا نخسر عليك شي حاجه؟ وراه الله اللي كيرزقك، راه جيتي لاوروبا الله يسهل عليك، واش فهمتي؟ ولكن حنا راه ما بغيناكش تكرفص، ما بغيناكش تجي وتكرفص. راه ملي غتشوف الواقع بعينيك عاد تعرف الحقيقه. انا ما كنبغوش نتصوروا مع الدراري والله العظيم اللي كنتلاقاوهم خدامين في الباركين تيدبر على راسو غير باش ياكل وتيقول لك ندمنا هادشي راه ما كناش عارفين، ولكن كنسمعوا في القنوات وكنسمعوا الناس كيتكلموا بحال دابا انا كنهضر معاكم على هادشي وتيقول لك ما تنصدقوش، ولكن اللي كيجي يشوف الواقع بعيني عاد كيندم ويتكرفص. كتلقى الدوج ما كيدوش شهرين 3 شهور والله ما كيشوف الدوج، ما كيشوفو كينعس في الجرادي ويتكرفص بزاف ديال الحوايج. المهم بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو، راه هذه هي اللي خلاتنا الخلاصه القول. انا باش نوصل رساله لخويا روبرتو برك ما تشجع الهجره لاوروبا، راه اوروبا مابقى فيها ما يدار، راه هذا هو الحقيقه الحقيقه وهذا هو الواقع. اذا تحياتي لك ونلتقي في فيديو قادم. السلام عليكم.